السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ طبعا زي ما انتم شايفين كده هنعمل النهارده مع بعض ايه ورق العنب بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده، طبعا انا كنت مفرزاه معاكم وقلت لكم هعرفكم ازاي تسلقوه معايا، إيه او هعرفكم ازاي بنسلقه. هنشوفه كده ان شاء الله في بداية الفيديو كده. إيه بس هنعمل مع بعض الاول، نشوح مع بعض شوية لحمة كده او نطبخ مع بعض شوية لحمة. بصراحة يا جماعة اللحمة بالطريقة دي بتبقى جميلة جدا جدا جدا. بتحطي الحلة بتاعتك ناشفة من غير اي مواد دهنية خالص، من غير اي حاجة. وبعد كده بتبتدي ان انت ايه تديها ايه زي صدمة كده، بحيث ان هي تيجي تاكلها تلاقيها جوسي من جوه كده، وفيها الايه وفيها يعني تلاقيها طريه كده وحلوه من جوه. الطريقه دي بتخلي اللحمه بتاعتك تبقى طريه وحلوه جدا من جوه. تمام كده، وطبعا ما بيبقاش فيها اي ريحه مش كويسه او اي حاجه، فيها جميله جدا جدا بالطريقه دي. طبعا زي ما انتم شايفين كده هي لها طريقه كذا طريقه، بس الطريقه دي انا بحبها. بحب ان انا اشوحها كده، وبعد كده بحط معاها فصين من الحبهان كده، وشويه وحبه من المستكه برده، ومعايا بصلايه صغيره كده وطماطميه ونص قرن شطه كده. طبعا ده اختياري بقى، مش اجباري. يعني القرن الشطه ده انت مش حابه تحطيه ما تحطوش يا حبيبتي. طبعا انا بشكركم كلكم والله العظيم بجد، كل متابعين هو مصر مصر. ومن خارج مصر يعني بصراحه شكرا على دعمكم ليا، وعلى يعني ايه على ان انتم ما شاء الله لا قوه الا بالله بتتابعوني كده. احلى اصحاب واحلى اخوات في الدنيا، ربنا يا رب يخلينا لبعض دايما، ونبقى سند كده لبعض، اللهم امين. بعد كده بقى، بعد ما بتشوحي اللحمه بتاعتك كده بتاخد بتبدا تنزل الميه بتاعتها، بتبتدي بقى تنزلها شويه ميه دافيين كده، او سخنين يعني، بحيث ان هي تغلي معاكي بسرعه. زي ما احنا شايفين كده مع بعض. لو عندك طبعا حله ضغط اعملي فيها. انا مش بحط بقى الفلفل الاسمر ولا الملح غير لما في نهايه اللحمه عما هدفع عليها خلاص. لان الفلفل الاسمر لو حطيتيه من بدايه تسويه اللحمه هتبقى اللحمه سمراء، وهيبقى الشوربه بتاعتها كمان سمراء. لكن انا دلوقتي حطيتها امتى بقى؟ حطيتها، بصوا اللحمه بتاعتنا استوت خالص ازاي. هجيب لكم شوكه دلوقتي كده وهوريها لكم، هتلاقوها استوت خالص. بعد لما اللحمه استوت بقى حطيت عليها الفلفل الاسمر، وحطيت عليها ايه شويه الملح بتوعي يا حبايب قلبي. وتاكلي بقى احلى شويه لحمه واحلى حبه شوربه لحمه، بتبقى بالطريقه دي جميله جدا. بصوا زي ما انا قايله لكم استوت خالص ازاي. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونرجع ندخل على ايه بقى، على الايه المحشي بتاعنا، او على الخلطه بتاعه المحشي بتاعتنا. اول حاجه انا جبت بصلتين كبار كده وحطيتهم زي ما انتم شايفين كده في الكبه، وحطيت معاهم شويه زيت او سمنه او زبده، اللي انت بتحبيه او بترتاحي فيه في اكلك حطيه. تمام كده. انا دلوقتي بقى بدات ان انا اديها تشويحه كده لحد لما شميت ريحه البصل كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى بدات ان انا احط معاها قطعه كده من الفلفل الحراق. طبعا انا بحب المحشي بتاعي يكون حراق يا جماعه، فبدات ان انا اقطع معاها كده قرن فلفل اخضر زي ما انتم شايفين كده، اللي هو الحراق ده. وبدات طبعا ان انا انزل الطماطم بتاعتي برده. الطماطم بتاعتك طبعا بتكون على حسب الكميه بتاع الرز اللي انت بتعمليه. طبعا انا بحط لكل نص كيلو رز كيلو من الطماطم. بتتسبك كويس جدا وبتنشف كويس جدا زي ما هتشوفوا دلوقتي كده. ببتدي ان انا احط معايا البهارات بتاعتها. البهارات بتاعتها بتبقى عباره عن هنحط معانا زي ما انتم شايفين كده، حطيت الملح، واحط شويه من بهارات المحشي بتاعتنا. طبعا البهارات دي بتبقى جايه كامله من عند العطار، فيها كل حاجه. لو انت عايزه تزودي عليها بقى بتحطي مثلا معلقه من الكزبره، معلقه من الفلفل الاسمر، معلقه من الكمون. طبعا لازم بتحط معلقه من الكمون في المحشي يا حبايب قلبي، عشان احنا بنحط فيه توم وبصل وحاجات من دي، وعشان الغازات بتاعته ما تبقاش تتعب البطن وكلام من ده. تمام، معلقه كمون كبيره زي ما انتم شايفين كده اهو. وبعد كده بقى سيبته يتسبك مع بعضه خالص. بصوا اهي. طبعا التسبيكه بتاعتنا شويه كده لحد لما تلاقي الزيت بتاعك طلع على الوش، تعرفي ان التسبيكه بتاعتك بقت تمام التمام. ما شاء الله كانت حمراء وجميله جدا زي ما انتم شايفين دلوقتي كده. طبعا انا كنت مفرزه معاكم ورق العنب، هبتدي ان انا اسلقه او اوريكم دلوقتي هو بيتسلق ازاي. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا انا حطيت على البوتاجاز معايا حله فيها شويه ملح، وحطيت فيها كمان شريحتين من الليمون. هتشوفوها دلوقتي معايا كده. طبعا الميه بتاعتي بصوا بقى انا فكيتها من الاسترتش زي ما هي، مش هستنى لما تفك ولا اي حاجه، لان انت لو استنيتي لما تفك هتلاقي الورق بتاعك لونه يغمق قوي، مش هيبقى اخضر زي ما انتم شايفينه كده، او زي ما هتشوفوه دلوقتي معايا. بدات طبعا لما هي بدات تنمل كده من تحت الميه، او بدات تغلي كده من تحت، بدات ان انا انزل فيها ورق العنب بتاعي زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى طلعت ورق العنب بتاعي ما شاء الله لا قوه الا بالله، جميل جدا ازاي، حلو قوي قوي قوي. والخلطه بتاعتي معايا جاهزه اهي
زي ما احنا شايفين كده. بوريكم بوحوش عشان كنت حاطط معاه ستريتش، لان كنت ايه عملت حله محشي كرنب، وبعد كده عملت الورق العنب ايه تاني يوم يا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين كده بوريكم بالورق العنب، بصوا عامل ازاي، تحفه والله العظيم يا جماعه. طبعا واحنا كنا بنفرز كنت قلت لكم سيبوا العنقود بتاعه بتاع الورق بتاع العنب كده زي ما انتم شايفين اهو، بحيث يوفر معاكي كتير وانت وانت بتلف المحشي. بصي بتسحبي كده الورقه بتاعتك اهي زي ما انتم شايفين كده اهو. بصي من العنقود بتاعها لسه بقى لا بتقعدي تدوري وتفكي وتقعد تهبطك في الايه لما تدوري على الورقه او كده، او تقعد تقطع منك الورق. لا انا زي ما قلت لك كده بسيب العنقود بتاعه، بحيث ان انا بسحب من امسك اي عنقود يطلع معايا الايه الورقه بتاعتي سليمه زي ما احنا شايفين مع بعض كده اهو. بصوا اهو، او زي ما وريتكم في اول الفيديو كده ان هو ما شاء الله حشو جميل اهو. بقول لكم ان انا بسحبها كده بتبقى ما شاء الله بتوفر عليك وقت ومجهود كتير جدا. طبعا عندي هنا طبعا ده عندي بقى فراخ وكم قطعه لحمه كده، كنت مشوحاهم برده على البوتاجاز كده وحطيتهم في ارضيه الحله، وحطيت معاهم بطاطس وطماطم وفلفل، ولو عندك جزر برده قطعي يعني عشان يبقى شكلها ايه حلو وتدي طعم حلو كده للايه، بتاخد طعم حلو من المحشي، بيبقى جميله جدا معانا. طبعا زي ما انا قلت لكم كده كنت عملت حله محشي ورق كرنب، وبعد كده قلت اما اعمل معاكم ايه الحله المحشي الصغيره الحلوه دي كمان ايه ورق عنب. تمام كده اهو. لما بيكون عندي ورق بيفيض او رز بيفيض مني بقوم حطاه في قلب، بلفه في الستريتش وبحطه في التلاجة. هو ممكن يفضل معاكي في الصيف لمده يوم واحد بس، وفي الشتاء 3 4 ايام. تمام كده، بحيث ان الخلطه بتاعتنا ما تبقاش تبوظ منك او كده. لازم تغطيها بالستريتش عشان تفضل معاكي طازه كده وفريش، وكمان ما تطلعش اي روايح على اي حاجه في في التلاجة بتاعتك. زي ما احنا شايفين كده مع بعض هنبتدي بقى ناخد كده الورق العنب بتاعنا ونحشيه. زي ما قلت لكم كده ورقه العنب بتاعتنا يا حبايب قلبي بيبقى ليها وش وظهر. يعني ايه وش وظهر يا ام دنيا؟ يعني الورق بتاعك بتبقى بتلمع، الورق الحته اللي بتلمع منها بتبقى على ايدك، على كفه ايدك من تحت. ليه بقى؟ عشان لما تلفي كده ورق العنب بتاعك تبقى الورق العنب من بره يبقى بيلمع كده وحلو، لما تيجي تنزليه او تحطيه في طبق بتاعه تلاقيه بيلمع وشكله جميل كده يا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين كده بنلف بطريقه اللف بتاعتنا سهله جدا اهو. ببتدي ان انا احط قطعه شويه رز صغيرين كده معايا على ورقه المحشي، وابتدي ان انا اعملها صوابع صغيره خالص كده زي ما انتم شايفين اهو. ببرمها بقى من الجنب ده ومن الجنب ده كده، وببتدي ان انا بصوا اهو بقول لكم اهو على الوش اللي بيلمع اهو. بصوا ده الوش اللي بيلمع بقى هنخليه لتحت، والوش الخشن هنطلعه فوق اهو بتاعت الورق ورق العنب. هبتدي بقى انا بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو، هبتدي احط قطعه شويه رز صغيرين وابتدي اقفل عليها كده اهو من الجنب ده ومن الجنب ده كده زي ما انتم شايفين، وابتدي ان انا اضغطها بقى لجوه كده اهو. حلو قوي يا جماعه، بصوا ما شاء الله صباع المحشي قد ايه جميل جدا وحلو قوي قوي قوي. لو وصلتوا معايا لهنا بقى يا ريت ما تنسوش في اللايك والشير بقى وتفعلوا زر الجرس يوصلكم مني كل جديد. بصوا المحشي بتاعنا استوى وجميل جدا، حلو قوي قوي قوي، يستاهل بقكم كلكم. تعالوا معانا ناكل بقى مع بعض. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.